في بعض الأحيان الحيوانات اللي عايشة في البرية ما بيكونش عندها أي تعاطف تجاه البشر، وده شيء طبيعي بحكم الغريزة. لكن الكلام ده مش مع كل الحيوانات، لأن في حيوانات أظهرت تعاطف غير عادي مع البشر، وحيوانات تانية عملت أكتر من كده وضحت بحياتها علشان تنقذ إنسان في آخر لحظة. مواقف غريبة وصعبة تتصدق. فتعالوا نشوف حيوانات أنقذت البشر في اللحظة الأخيرة. تعالوا في الأول نبدأ مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا من قناة عين الحياة على يوتيوب. أتمنى لو أول مرة تشوفونا تعملوا اشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. في موقف مرعب، ثعلب هجم على بنت صغيرة، والبنت خافت وهربت بسرعة. لكن المفاجأة إن الكلب وقف في وش الثعلب وما استسلمش وهاجمه علشان يحمي البنت الصغيرة بأي طريقة. ممكن دقيقة واحدة بس من غياب الأب والأم عن طفلهم تسبب كوارث كبيرة. الطفل الصغير أول ما شاف الطريق كان على وشك إنه يطلع قدام العربية، لكن الكلب كان صاحي، عرف إن الطفل في خطر، وقف قدام العربية علشان يمنعها من التحرك قبل ما الطفل يطلع للطريق. ولحسن الحظ العربية وقفت في الوقت المناسب، ورجع الطفل لأهله سالم غانم. نقدر نقول إن الكلب كان بطل اللحظة، ونشكره لأنه كان موجود في الوقت المناسب. حاول تعمل حاجة صح. مهاجمة الحيوانات للناس حاجة ممكن تحصل في أي وقت، حتى لو كان الحيوان متدرب من صغره. في حديقة حيوان موجودة في لاس فيغاس، قرر أسد وزنه حوالي 4 مرات وزن المدرب بتاعه يهجم عليه. لكن المفاجأة إن اللبؤة هي اللي اتدخلت علشان تنقذ الراجل بنفسها. ومن حسن حظه إن الأسد سمع كلامها وبعد عن الراجل الغلبان. ما ضربش ببيتي إلا من مراتي. أنا بصراحة عمري ما شفت قطة أذكى من دي. القطة عارفة إن المناطق العالية خطر على الأطفال، وقررت تمنع الطفل من الوقوف على البلكونة. كل ما الطفل يحط إيده على السور، القطة تشيل إيده بسرعة قبل ما يحصل أي كارثة، وترجع تشيل إيده وتكرر ده أكتر من مرة. يا الله، هنا بنشوف كلاب شجاعة بتتخانق مع كبرى حاولت تدخل البيت اللي فيه طفل عمره سنة واحدة. الكلاب واقفة بشجاعة وكأنها بتقول للكبرى مش هتدخلي البيت إلا على جثثنا. وبعد معركة شديدة استمرت حوالي دقيقتين، الكلاب قدرت تهزم الكبرى وتحمي الطفل. ورغم إن الكلاب مش بتتكلم لغة البشر، إلا إنهم عملوا حاجة ما يقدرش البشر يعملوها. بعد ما الطفل بدأ يحاول يلمس الفرن السخن، القطة كانت صاحية وعارفة إن ده خطر وممكن يأذيه، فحركت إيده بسرعة وأنقذته من أي إصابة ممكن تحصل له. موقف صعب جدا. الراجل جاله نوبة قلبية ووقع على الأرض وكان ممكن يموت، لكن الكلب كان موجود في الوقت المناسب وقرر يوقف أي حد في الطريق، وتصرف بذكاء وبشجاعة علشان ينقذ صاحبه من أي كارثة هتحصل. حرامي حاول يدخل البيت علشان يسرق، لكن صاحبة البيت شافته فجأة وبدأت تصرخ. الكلب هنا ظهر بشجاعة وهجم على الحرامي وثبته في مكانه قبل الهرب. مش عارف يهرب فين بعد ما شاف نمر هاجم عليه فجأة،
لكن شجاعة الكلاب كانت الحل. هجموا على النمر قبل ما يأذي السواق، وقدر ينقذ نفسه من موقف كان ممكن يتحول لكارثة حقيقية. كلنا عارفين إن الدببة كائنات عملاقة والناس بتخاف منها قوي، لكن لازم نبقى عارفين إنهم ساعات بيبقوا أغبياء. الدب اللي قدامنا ده كان رايح على البيت ويدور على أي حاجة ياكلها، وما كانش فارق معاه حد، لكن الكلب البطل ده كان صحيله وقدر يبعده عن البيت. نفسي مرة واحدة تثق فيا. الكلب كان كل شوية يبص على صاحبه، ولما لاحظ إنه بيغرق ما فكرش كتير، نط وراه على طول علشان ينقذه من الغرق. تقريبا في حد كان بيغرق. المفاجأة إن فيل ضخم نزل المياه على طول علشان ينقذ شخص طيار المية أخذه بعيد، لكن الفيل كان موجود في الوقت المناسب. الكلب لاحظ الأطفال وهم بيعدوا الطريق السريع، فبدأ يوقف كل السيارات اللي جاية علشان يحمي الأطفال من الخطر. الثور كان عايز يهجم على الشخص ده، لكن حصان واضح إنه بيحبه جدا، قرر من غير تردد إن يحميه ويبعد عنه أذى الثور. وصلت معاكم إن الكلاب ممكن تكون أحن علينا من أي إنسان تاني. سبحان الله، ربنا جعل الوفاء داخل الكلاب يكفي البشرية ويزيد. بقولك إيه، لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى أكيد عجبك. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان تعمل لايك للفيديو. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.